هو ايه اللي احنا وصلنا له ده، وايه كميه المشاكل اللي حصلت بسبب الصوره دي بعد ما نزلت، البيوت اللي حصل فيها انفصالات، وده يخلينا نعيد التفكير في قيم المجتمع والطريقه اللي بقينا نعيش بيها ونفكر فيها بسبب السوشيال ميديا. لو ما تعرفش القصه فتعال اقول لك انه ده دكتور نزل صورته، والصوره دي كانت صوره عاديه، وواضح جدا ان الدكتور شكله وسيم وملامحه كويسه. فالدكتور نزل الصوره دي وهو دكتور مخ واعصاب، وبدا يعمل دعايه للعياده بتاعته عشان الناس تجيله وعشان تعرفه. بس من بعد ما الصوره نزلت عليها الاف الكومنتات، وبدات ناس كتير جدا من كل حته تدخل وتكتب له كومنت. بس المشكله اللي حصلت في الموضوع ان في بعض البنات او السيدات اللي دخلت تكتب كومنتات بطريقه غريبه شويه، اللي داخل يقول له انت ملامحك اموره، واللي داخل يقول له انا عايزك اكشف عندك، واللي داخله تقول له انا هاجي لك من مكان بعيد جدا علشان اجي لك انت مخصوص، واول ما نيجي هننزل على العياده عندك على طول. وبدات الكومنتات تتوالى بالمنظر ده من السيدات والبنات، وكل ده علشان هو الناس شايفاه ان هو منظره كويس او شكله وسيم وملامحه كويسه. الدكتور كان بيعمل دعايه لنفسه مش اكتر، بس اللي حصل بعد كده كان مفاجاه بالنسبه لناس كتير. طبعا احنا ما ينفعش نعدي حاجه كده ونسيبها تكمل للاخر بشكل كويس، لا لازم ندخل ونبوظها. وفعلا ده اللي حصل، ان بعض الشباب لما دخلت على الكومنتات وشافت الكومنتات اللي على الصوره دي بدات تشوف كومنت بدات تشوف بالذات البنات او الستات اللي كاتبين كومنتات اعجاب بالدكتور ده، والشباب دي بدات تدخل علشان تشوف البنت اللي كاتبه الكومنت هل هي مخطوبه او متجوزه او ليها عيله معينه. وفعلا الموضوع ده حصل مع اكتر من واحده. بقى الراجل اللي تفكيره متهيالي هو مش تفكير ذكوري بدا يدخل علشان يشوف البنت دي كاتبه الكومنت وهي مخطوبه ولا لا، وفعلا بيدخل على الاكونت بتاعها ويشوف مين خطيبها او مين جوزها. وفعلا حصل حالات غريبه جدا انه الناس دي بدات تبعت لاهل البنت سواء خطيبها او جوزها. وطبعا كان في حاله اولى انه كان في بنت مخطوبه وكاتبه كومنت للدكتور ده، وشاب من الشباب اللي بيستظرفوا وراح داخل فعلا عند خطيبها ده وبعت له وبيقول له انا شفت صوره خطيبتك وهي بعت الكومنت للدكتور ده، فممكن تشوف انت ممكن تعمل ايه معاها. وفعلا خطيبها اعلن ان هو سابها بعد البوست ده، قال خلاص ان هم انفصلوا. ودي كانت قصه من ضمن القصص، لانه كان في قصص تانية وكانت اصعب قصه فيهم هي قصه الراجل اللي كان متجوز ومسافر بعيد عن بيته وعياله ومتغرب عشان يشتغل ويصرف على اسرته. وفعلا زوجته بعتت كومنت بتقول للدكتور ده كلام صعب جدا، وبتقول له انا بصراحه يا دكتور مش عارفه بعد ما شفتك وشفت صورتك هقدر اكمل ازاي او اعيش مع اللي انا عايشه معاه. وهنا واحد دخل علشان يصطاد في المايه العكره وجاب الكومنت ده وجاب صوره مراته وبعتها لجوزها بعد ما عرف ان هو ده جوزها، وبدا يقول له ان دي مراتك، وبعت الكلام ده للدكتور شوف هتعمل ايه معاها وانا معاك وهتابع معاك للاخر لحد ما تشوف هتعمل ايه. كانه مثلا جاي بيشوف المشكله فين وبيحاول يكمل المشكله للاخر. وبعدها الراجل جوزها ده اعلن على السوشيال ميديا ان هو ساب مراته تماما. وهنا الراجل ده كان شغال شغلانه الغلطه فيها بتعمل مشاكل كبيره جدا في شغله، كان لازم يبقى مركز كويس جدا في شغله. لما يجي له خبر زي ده ويشوف البوست ده اكيد الست اللي كتبت كده خسرت كل حاجه، واكيد هو كمان كزوج ليها خسر، لانه بعدها اعلن الانفصال تماما عنها وبدات مشاكل كتير تحصل بنفس الطريقه دي بسبب صوره. هنا نقدر نقول انه في حاجات غريبه بدات تحصل في المجتمع. انت كبنت او ست لما تخشي على صوره واحد ما تعرفوش تكتبي له كومنت زي ده حتى لو على سبيل الهزار، ففي ناس تانية اصطادت في المايه العكره وبدات تخش علشان تعمل كده مع جوزك او خطيبك، فانت عارفه كويس جدا ان انت غلطتي. والغلط الاكبر كان على الشخص اللي عامل نفسه ان هو بيحاول يحل المشاكل وهو قاصد اصلا يكبر المشكله اكتر، لان الناس دي ما بتكونش من جواها اسواق نفسيا وحاسين ان طول ما في ناس تانية عايشه كويس وجوازهم او خطابهم سايبينهم في اعتقادهم ان هم كده بيعدلوا الميزان ولازم يبلغوا جوز او خطيب، على الرغم من انه ما فيش سابق معرفه بين الراجل ده وبين اي طرف من الاطراف التانيين. هو مجرد ان هو بيسمي نفسه فاعل خير وهو قاصد انه يعمل مشكله. ومن هنا بدات المشاكل تكتر بسبب صوره، واللي حصل انه الدعايه زادت على الصوره وعلى العياده والدكتور هو اللي استفاد، لكن مشاكل كتير جدا حصلت جوه بيوت بسبب صوره واحده، وبسبب ان بقى كل راجل يشوف بوست للصوره دي ويقول خش شوف مراتك هتلاقيها كاتبه كومنت جوه، وفعلا بيدخل ويلاقي مراته كاتبه كومنت على الصوره من ضمن الكومنتات. ولا عادات ولا دين قالت في يوم من الايام ان احنا ممكن نعمل كده، ده كل حاجه في عاداتنا كانت بتقول الستر هو اهم حاجه. بس للاسف تقريبا الناس نسيت العادات ونسيت الاديان وبدات تتعامل بشكل غريب جدا وبتسبب مشاكل، وقصدها انها تعمل المشاكل دي وهدفها الوحيد هو ان المشكله تكمل مش تتحل. ودي كانت قصه الصوره الغريبه بتاعه الدكتور اللي نزل صورته وعمل مشاكل في البيوت. طبعا لازم نشير كتير جدا عشان نتعلم انه عاداتنا واساسياتنا في الحياه لازم ترجع تاني لطبيعتها، ولازم نرجع نخاف على بعض مش نخلق المشاكل من العدم. حتى لو كان في سبب للمشكله ممكن نسيب كل واحد يحل مشاكله بنفسه وما نتدخلش فيها. طبعا مستني رايك ضروري، مين الغلطان اكتر في الموضوع؟ هل هي البنت او الست اللي كتبت الكومنت ده، ولا الراجل اللي راح قال لجوزها على الكومنتات دي؟